قصتنا النهاردة قصة هتحبوها. تعالوا أما أحكي لكم حكاية هتشدكم قوي. قصة كده أنا ذات نفسي كنت متلخبطة قوي وأنا بسمعها ومش عارفة أقول لصاحبتها إيه وأنا أرد عليها بإيه. أنا سوسن، عندي 25 سنة، عايشة مع أبويا وأمي وأخويا. أبويا راجل كبير معاش، وأمي ست بيض أصيلة ربتني أنا وأخويا على الأصول والالتزام. أخويا بعد ما خلص الجامعة دماغه سخنت وقرر لازم يسافر، عشان زي ما انتوا عارفين الحال هنا مش ولا بد. وقعد فترة يدور على شغل وفي الآخر ملقاش أي حاجة، فقرر يسافر ويشوف رزقه برا. أما أنا كنت شغالة في محل جزم قريب من بيتنا، كنت بشتغل وبقبض، والصراحة كنت بشيل حتة من مرتبي الجهازي وحتة تانية كنت بساعد بيها أبويا في مصاريف البيت على قد معاشه، والدنيا كانت ماشية. الصراحة أنا بالرغم إني حلوة أوي 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 وملتزمة ولبسي واسع وجميل، يعني جمالي ما شاء الله، بس للأسف ما كانش حد بيتقدم لي، معرفش ليه. كنت هتجنن. أمي كانت دايما تدعيلي ربنا يرزقني بابن الحلال، بس بصراحة ما كانش حد بيجي، وحتى اللي كانوا بيجوا يدوب يقعدوا مع أبويا وبعد كده يمشوا وما يرجعوش تاني. مع إني زي ما قلتلكم جمالي يعني حاجة تانية. مرة واحدة صاحبتي قالتلي بقولك ايه، اللبس ده هو اللي مخليكي ما تتجوزيش. قلتلها ازاي يعني؟ هو الالتزام ما يخليش الواحد يتجوز؟ قالتلي اسمعي كلامي وجربي كده، البسي زي البنات، البسي الحاجات اللي ماسكة شوية والحاجات اللي يديب تبان بس، يعني ما تتعريش. انتي فاهمة قصدي؟ قلتلها بس ازاي بس؟ اسمعي الكلام وشوفي بعدها ايه اللي هيحصل. بصراحة سمعت كلامها وابتديت ألبس حاجات ما كنتش بلبسها، ولا ده كان تفكيري في اللبس ده أبدا. أنا ما كنتش أحب ألبس كده، لكن هعمل إيه؟ جه عليا وقت ابتديت أحس إني ست، ويعني الأنوثة بقى ليها طعم تاني. كنت حاسة نفسي خلاص بجد محتاجة أوي أوي لوجود راجل في حياتي، وما كنتش عارفة أعمل إيه. كان لازم أفكر وأشوف لما أعمل كده الحال هيتغير ولا لأ. وبصراحة كده أنا بعد ما غيرت يعني ستايل لبسي وبقيت ألبس الحاجات اللي صاحبتي قالت لي عليها، فعلا ابتدت يعني بصات الرجالة تتغير، وابتدوا الناس يبصوا على حاجات يعني معينة، وأكيد انتم فاهمين قصدي. ومن ضمنهم الدكتور إبراهيم. الدكتور إبراهيم ده كان شغال في الصيدلية اللي كانت جنب المحل اللي أنا بشتغل فيه. هو إنسان محترم قوي، وكان بيعاملني بذوق وحنية ورقة، لكن يعني ما شفتش منه أي حاجة ولا كان ببين لي أي اهتمام. لكن بعد ما ابتديت ألبس اللبس ده ابتدت نظراته ليا تتغير، وكلامه معايا بقى أكتر بكتير، وابتدى ياخد ويدي معايا دايما باستمرار، وابتدينا ناخد على بعض. وبقى ساعات يدخل يقعد معايا في المحل، أو أنا أدخل أقعد معاه في الصيدلية، أصل زي ما قلتلكم الصيدلية والمحل دول جنب بعض على طول. فكان يعني كنت ساعات يعني بروح أقعد عنده أو هو يقعد عندي، وكانت الأمور ماشية عادي جدا، وكنت كل يوم أروح. وبصراحة هو ما كانش بيديني أي رد فعل، يعني أنا كنت حاسة إن ممكن يعني الموضوع يتطور بينا الارتباط، لكن ده ما كانش باين خالص. وكنت بقول لنفسي يمكن مستني إن هو يتأكد من مشاعره ناحيتي. وفضلنا على الحال ده فترة طويلة ما كنتش عارفة أعمل إيه، وكنت كل يوم أتحجج عشان أتكلم معاه أو أي حاجة. وفي وقت قصير جدا بقى معانا أرقام بعض، وبقينا كمان بنتكلم. وفي مرة من المرات نزلت أفتح المحل زي كل يوم، ولما دخلت الصيدلية بعد ما فتحت المحل لقيت واحد تاني خالص هو اللي موجود في الصيدلية. استغربت قوي وسألت أمال فين دكتور إبراهيم؟ هو أجازة النهاردة؟ رد الشخص ده وقال لي لا والله هو مسافر. قلت له مسافر فين؟ قال لي مسافر البلد يعني، وإن شاء الله شهر وهيجي. قلت له شهر؟ قال لي لو حضرتك محتاجة أي حاجة أنا ممكن أساعد. قلت له لا شكرا، إحنا جيران وأصحاب،
وقلت أجي أسأل عليه، أصل أنا متعودة إنه يبقى موجود كل يوم، علشان كده يعني قلت إني أدخل وأسأل. وبعديها شكرت ونشيت. قعدت طول اليوم ده وأنا زعلانة جدا ومتغاضة قوي، يعني المفروض إن إحنا بقينا بنتكلم مع بعض في كل حاجة وفي أحاسيس مشتركة بينا، والمفروض إن هو لما كان يعمل حاجة زي كده كان يجي على الأقل ويقولني إنه هو هيمشي. يعني المفروض كان ده اللي يحصل بحكم إن إحنا بقالنا فترة بنتكلم على الأقل. وبعدين روحت البيت وأنا برضو محتارة ومش عارفة أعمل إيه، أكلمه ولا لأ. وبصراحة في الآخر وبعد تفكير كبير جدا مني قلت لأ، أنا مش هكلمه. المفروض إن هو يكلمني، وأكيد بكرة ولا حاجة هيكلمني. وقمت تاني يوم من النوم مسروع على التليفون، مسكته لكن ملقتش منه أي حاجة، ولا رسالة ولا حتى اتصال. أخدت بعضي وغيرت هدومي ونزلت على شغلي، وبقيت دايما طول الوقت متلخبطة وسرحانة، عمالة أفكر فيه وإيه اللي خلاه يعمل كده معايا. بصراحة كنت هتجنن، وكنت خلاص قربت أنسى الموضوع، وقلت يمكن هو يعني ما حبنيش أو حتى ما كانش في دماغه أي حاجة غير صحبة عادية. وقررت إني أحاول إني أنسى الموضوع كله. لكن بصراحة بعد ما خلص اليوم ورحت على البيت زي كل يوم، يعني بصراحة معرفت أمنع نفسي من اللي أنا عملته، ولقيت نفسي بمسك التليفون وبتصل بيه وهو رد عليا. قلت له إزيك يا دكتور إبراهيم؟ قال لي إزيك أنت عاملة إيه؟ قلت له أنا زعلانة جدا منك. قال لي ليه كده؟ قلت له يعني سؤال؟ قلت له طبعا اتفضل. قال لي هو أنا وحشتك؟ بصراحة كنت مكسوفة جدا، لكن قررت إني أرد عليه. قلت له بصراحة أيوة وحشتني جدا، وزعلت منك إن أنت مشيت حتى ما كلمتنيش. قلت لي يعني ده احنا كنا قبل ما أنت تسافر بالليل مع بعض، وكنا قاعدين وقفلنا المحل والصيدلية مع بعض، إزاي ما قلتليش؟ قال لي معلش أصل في مشاكل يعني على الورث وأنا وإخواتي وكده، وكان لازم أسافر البلد ضروري، وبعدين خلاص إن شاء الله قريب هاجي. قلت له قريب إيه؟ ده الدكتور اللي بدالك في الصيدلية قالي إن أنت هتقعد شهر، وفات منهم 4 أيام ولا يومين بس. قالي إن شاء الله الموضوع هياخد أقل من كده. قلت له بصراحة أنا عايزاك ترجع بأي طريقة، الراجل اللي موجود ده دمه تقيل قوي. قالي يا خبر، انت اتكلمتي معاه؟ قلت له لأ، بس يعني بصراحة مرتحتلوش. قالي لأ لأ يا ستي ما تتعامليش معاه لحد ما أنا أجي، خلاص بقى ما تزعليش وحقك عليا إني ما قلتلكيش قبل ما أسافر. قلت له خلاص أنا مش زعلانة، بس بقولك إيه، ما تعملش فيا كده تاني. قالي حاضر مش هعمل كده تاني، بس ياريت كل يوم تطمنيني عليكي، يعني لحد ما أجي، ولا مش عايزة تكلميني تاني؟ قلت له يا خبر لأ طبعا هكلمك كل يوم. وفعلا بعد المكالمة دي بقينا بنتكلم على طول وباستمرار، ليل ونهار صبح وليل. مش قادرة أقول لكم أنا بصراحة ما كنتش عارفة أعيش حياتي من غيره. خلاص أخدت على وجوده، وكنت عارفة ومتأكدة إن يعني خلاص أنا بالنسبة له بقيت حبيبته، والموضوع مجرد وقت. وفعلا ابتدى نتكلم كل يوم كالعادة، لحد ما في يوم وأنا نازلة للشغل يعني ابتديت أحس الدوخة فظيع، وما كنتش قادرة أقف على رجليا، لدرجة إني كلمت صاحب المحل واستأذنت منه إني مش هقدر أجي النهاردة، ورجعت تاني على البيت. وبعد شوية لقيت دكتور إبراهيم بيكلمني، قال لي إيه فينك؟ إيه يعني كنت مستني إنك توصلي المحل وتفتحي وتكلميني، ما كلمتنيش ليه؟ قلت له بصراحة أنا حاسة بشوية تعب والدوخة علشان كده ما رحتش. قال لي إزاي ده؟ طب ما تروحي تكشفي. قلت له لا الموضوع مش مستاهل. قال لي انتي هتسمعي الكلام ولا لا؟ صدقيني أنا هزعل منك جدا. قلت له حاضر أروح أكشف. وفعلا رحت، لكن لما رحت أكشف الدكتور طلب مني تحاليل وإشعاعات وحاجات كتير قوي كده، وأنا بصراحة ما كنتش معايا في الوقت ده فلوس،
وكان لسه يعني شوية على ميعاد قبضي. وكمان بابا أنا ما أقدرش أحمله حاجة زي كده فوق مقدرته. فلما كلمت الدكتور إبراهيم قال لي إيه؟ طمنيني عملتي إيه؟ كتب لي على أشعات وتحاليل أعملها ضروري. قال لي تمام؟ مرحتيش عملتيهم؟ قلت له لأ. قال لي ليه؟ هتروحي بكرة؟ قلت له ولا بكرة يعني ممكن لآخر الشهر أبقى أروح أعملهم. قال لي آخر الشهر؟ قلت له أيوة. قال لي إيه اللي هيعضك لآخر الشهر؟ قلت له يعني. قال لي ما تتكلميش. قلت له بصراحة أنا لسه ما قبضتش، وبعدين يعني لسه قدامي شوية ومعيش إن أنا أروح أعمل الحاجات دي شكلها غالية جدا. قال لي إيه الكلام الفارغ ده؟ انتي ازاي متطلبيش طيب مني حاجة لما تكوني محتاجاها؟ قلت له لأ والله مش هينفع، أصل يعني الموضوع مش محتاج كل ده ولا حتى مستاهل، أنا يعني تلاقيه إرهاق من شغل ولا حاجة وأنا هبقى كويسة. قال لي بقولك إيه، بطني عبط وهبل والكلام اللي انتي بتقوليه ده، أنا هبعتلك دلوقتي على كاش وانتي بقى تستلمي الحوالة دي وتروحي تعملي كل الحاجات اللي انتي محتاجاها، التحاليل والأشعات وكل الحاجات دي. انتي سامعة ولا لأ؟ وكمان هبعتلك بزيادة علشان تقدري تجيبي الأدوية اللي انتي هتحتاجيها. قلت له صدقني مش هينفع. قال لي اسمعي الكلام بقى، أنا مش كل يوم هفضل أتكلم إن إحنا خلاص بقينا واحد، يلا فيني واستني مني الحوالة. وفعلا قفلت معاه وكنت مكسوفة جدا. بصراحة أول مرة أتحط في موقف زي ده، أو حتى آخد من حد حاجة، أو يعني أستلف فلوس أو الكلام ده كله، وما كنتش عارفة أقوله إيه. لكن قلت بيني وبين نفسي إن هو لما يكلمني تاني هقوله إن الفلوس دي هردها له أول ما أقبض. وبعد شوية لقيت رسالة بالمبلغ اللي بعتولي، وبصراحة كان مبلغ كبير شوية. وبعد شوية كلمني قال لي الفلوس وصلت لك؟ قلت له أيوة، بس بشرط أنا مش هعمل بيها حاجة قبل ما توعدني إن أنت هتاخدهم مني أول ما أقبض. قال لي إيه العبط ده؟ أنا طبعا مش هاخد منك حاجة، إحنا بقينا واحد، أنت ليه مش قادرة تفهمي؟ قلت له ده يعني شرطي الوحيد، يا كده يا إما مش هاخد حاجة. قال لي صدقيني أنا هقفل وأنا زعلان منك ومش هاخدهم تاني، ولو فضلتي كده أنا مش هتعامل معاكي تاني، وما سبت إنك تعرفيني. بصراحة أنا كنت اتعلقت بيه، كنت حاسة إن هو خلاص كل حاجة بالنسبة لي، وقلت لنفسي معلش أبقى أعوضها له بهدية ولا أي حاجة يعني عشان مزعلهوش مني، وإن أنا أحسسه برضو إن هو من حقه يعني يجيب لي أي حاجة. وفعلا قلت له خلاص أنا هاخد الفلوس دي، وأخدت الفلوس ورحت عملت الأشعات والتحاليل. ولما رجعت للدكتور قال لي إن أنا عندي شوية أنيميا ومحتاجة شوية فيتامين وحاجات وكده، وكتب لي على فيتامين ومقويات، وكتب لي كمان على 3 حقن. وبصراحة أنا ما بحبش الحقن دي أبدا، بخاف منها بصراحة وما بحبهاش. وبعدين الحقن دي يعني كانت هتتاخد يعني في المؤخرة، وأنا ما بحبش كده أبدا. واليوم ده كلمني عشان يطمن ويشوفني عملت إيه، وحكت له على اللي حصل، وقلت له إن كمان كتب لي 3 حقن. قال لي طب بسيطة خديها وإن شاء الله هتبقي كويسة. وكان عدى خلاص الشهر، وكان فاضل له كام يوم ويخلص تقريبا 3 أيام. وبعدين لقيته بيقول لي انتي ممكن تاخديها في نفس الصيدلية والدكتور الموجود يديها لك. قلت له لا مش هينفع. قال لي ليه كده؟ قلت له عشان أنا ما بحبش الحقن. قال لي انتي هتعملي زي الأطفال ولا ايه؟ طب بقولك ايه، أنا كلها يومين وراجع وأنا هديها لك بنفسي، ماشي؟ قلت له بس يعني. قال لي مبشي يلا روحي هاتي الأدوية وخليها عندك، خدي المقويات والفيتامينات والحقن سيبيها لي لما أجي وأنا اللي هديها لك. وفعلا سمعت كلامه وجبت كل الأدوية المطلوبة، وسبت الحقن لما جه 3 أيام اللي هو كان قايل عليهم. وكنت بكلمه قبليها بيوم، وبعدين قفلت معاه ونمت، وتاني يوم نزلت
عشان أفتح المحل كالعادة يعني. وفعلا لقيت دكتور إبراهيم موجود في الصيدلية. مش قادرة أقول لكم على الفرحة اللي كنت فيها. دخلت سلمت عليه وسألني على الحقن عشان يديها لي، لكن أنا قلت له إن هي لسه في البيت وأنا ما بحبش الحقن. قال لي وبعدين معاكي، أنا كده بجد هزعل منك، ممكن بقى تطبلي تطلعي تجيبيهم علشان يعني يديكي واحدة منهم. قلت له حاضر بس من غير ما تزعل مني. وفعلا طلعت البيت، لأن البيت زي ما قلتلكم في الأول كان قريب قوي قوي من شغلي. رحت أخدت حقنة ونزلت وديتها له، وأول ما مديت له الحقنة عرف يعني إن الحقنة دي بتتاخد في المؤخرة، وهو وقتها وشه جاب ألوان. قلت له مالك؟ انت ليه ملامحك اتغيرت كده؟ قال لي أبدا أبدا، يلا يلا تعالي عشان أديكي الحقنة. وطبعا كان في حتة هو حاطط عليها حاجة زي الستارة كده علشان يدي وراها الحقن واللي موجود في الشارع ما يشوفش يعني. وفعلا اداني الحقنة، لكن أنا كنت مكسوفة جدا. أول يعني ما عمل كده فضلت واقفة شوية، وبصراحة أنا ما حسيتش بإيده لدرجة إني سألته، قلت له هو أنت هتفضل واقف تتفرج على المؤخرة كده كتير ولا إيه؟ أنا خلاص اديتها لك من شوية. كنت مكسوفة جدا، عدلت هدومي بسرعة وبعدين خرجت رحت على المحل. وبعديها بشوية هو جه فطار وجه فطر معايا وقعدنا نفطر سوا. وقعد اليوم وإحنا مروحين قال لي ما تنسيش تجي بيا معاكي بكرة الحقنة التانية. قلت له حاضر. فعلا جبتها معايا. وتاني يوم بعد يعني ما فتحنا المحلات وكده، وبعد شوية لقيته بينادي عليا عشان يديني الحقنة التانية. وبعدين لقيته بيقول لي انتي مالك مكسوفة كده ليه؟ قلت له أبدا. وابتدى يعني إن أنا أكشف عن المؤخرة وكده، وهو ابتدى يخبط عليا بإيديه. ولقيته بيقول لي تعرفي إن انتي حلوة قوي؟ قلت له إزاي يعني، هو أنت أول مرة تشوفي؟ قال لي لأ بس أنا يعني حاسس إن انتي مختلفة قوي النهاردة. وفعلا اداني الحقنة وقعدنا نتكلم، لكن المرة دي حسيت إن هو رومانسي شوية زيادة عن اللزوم، وقعدنا واليوم خلص. وتالت يوم كان ميعاد الحقنة الأخيرة، ولقيته بيكلمني الصبح قبل ما انزل قال له اوعى تنسي النهارده ده ميعاد آخر حقنة. قلت له لأ مش هنساها، أنا محضراها في شنطتي. وفعلا أنا كنت محضراها الشنطة. ونزلت ورحت فتحت المحل، وهو فتح المحل معايا. وبعد شوية لقيته جاي يناديني عشان الحقنة التالتة. وبعد ما دخلنا الصيدلية لقيته قفل باب حتة يعني كده، وكان حتة صغيرة بس اللي مفتوحة من الباب. قلت له انت ليه قفلت الباب كده؟ قال لي أبدا، يعني عشان محدش في الشارع ياخد باله. استغربت، لكن بصراحة ما تكلمتش. وبعد كده ابتدى يكشف عن المؤخرة تاني عشان يديني الحقنة التالتة، لكن ابتدى يقول لي كلام ويضرب على المؤخرة بإيديه تاني. وأنا بصراحة المرة دي ما قاومتش ولا قلت له حتى انت بتعمل ايه، وسيبته يعمل كل اللي هو عايزه. وبقى من اليوم ده بيتعامل معايا من المؤخرة، وفي اليوم ده عملنا كل حاجة كان نفسه فيها. وبصراحة من الكلام اللي كان بيقولهولي كنت حاسة اني مبسوطة قوي. أتمنى يعني كبرتي كنت محتاجة الجواز وكده، وكنت مبسوطة بكل حاجة بيعملها. وقلت لنفسي ايه المشكلة، ما هو كده كده فتحني موضوع انه هو عايز يرتبط بيا وخلاص. انا هبقى حلال والحاجات دي كلها نفتكرها ونضحك عليها. وابتدى يكمل كل اللي كان بيعمله. وبعد ما خلص كنت انا بصراحة مبسوطة قوي، احساس اول مرة اخلصه. وبعديها رحت على المحل واليوم عدى عادي زيه زي اي يوم. وتاني يوم كنت مستنية مكالمته الصبح زي العادة، لكن لقيت ما بيكلمنيش. حاولت إني أكلمه كتير لكن رقمه كان مقفول. نزلت الصيدلية لقيت الشخص ده اللي كان واقف قبل كده موجود برضه. ولما سألته قالي إن الدكتور إبراهيم امبارح كان آخر يوم ليه في الصيدلية، وهو كان معرفناه من فترة كبيرة إن هو هيمشي. بصراحة استغربت وما بقيتش عارفة هو ليه عمل معايا كده. عودني على حاجة
وبعد كده سابني ومشي. وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. علشان كده قررت أحكي لكم قصتي، يمكن أنتم تفيدوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي.